وفي بداية الحفل صافح خادم الحرمين الشريفين رعاه الله فخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوتيفوار ودولة نائب رئيس جمهورية غانا الدكتور محمود باوميا ودولة نائب رئيس جمهورية صوماليلاند عبد الرحمن عبد الله إسماعيل زيلعي ومعالي رئيس وزراء جمهورية كوتيفوار أمادو غون كوليبالي ودولة رئيس الوزراء الشيشاني مسلم خاتشييف ورئيس البرلمان الشيشاني محمد داودوف ومعالي رئيس مجلس النواب بجمهورية أفغانستان الإسلامية عبد الرؤوف إبراهيم ومعالي وزير الدفاع الليبي أحيد نجم ومعالي وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري ومعالي مدير مكتب الرئيس المكلف بالدفاع بجمهورية القمر المتحدة يوسف محمد علي ونائب الرئيس المكلف بوزارة النقل بجمهورية القمر المتحدة عبد الله السيد سرومة ونائب الرئيس المكلف بوزارة الزراعة والصيد والبيئة والعمران بجمهورية القمر المتحدة مستدران عبده ومعالي وزير الدفاع السوداني الفريق الأول ركن عوض محمد بن عوف ورئيس الحزب الحاكم والمسؤول الأول عن الحج في جمهورية موريشيوس شوكت صدهن ومفتي جمهورية مصر العربية فضيلة الدكتور شوقي إبراهيم علام وكبار المسؤولين في عدد من الدول الإسلامية.